مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. أول شيء نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اليوم نحضروا الفلفل المرقد، يجي الطعم تاعو ولا اروع. فلفل المرقد بالزيت، اذا حضروه عولة للشتاء، حضروها لرمضان بيسك رمضان قريب. اول شيء نغسلوا الفلفل تاعنا، نغسلوه مليح. انا جبت الفلفل الطرشي الحلو والفلفل الحار، غسلته مليح. اول شيء ابري نحلو قاع، اذا الزريعة تاعو لازم تتنحى قاع. شوفوا خيارة الالوان، في خيارة الفلفل الاصفر، الفلفل المخلط الاصفر والاحمر والفلفل الاخضر. نشوفوا الفلفل تاعي دوك نبدا نقطعه، لكن اول شيء نحيلو، نسيت ما نحيتلوش الزريعه. اول شيء نحيلو قاع الزريعه تاعو باش تنقص الحروريه منه. نحيلو قاع للفلفل تاعنا الزريعه تاعو، ابري نقطعو. اذا كي نحيتلو قاع الزريعه دوك نبدا نقطعو. اذا قلت لكم هذا الفلفل يجي رائع في المذاق، تخلطيه مع الشوربه، تخلطيه مع ليغراتان، تخلطيه مع الجوازات، اذا يتخلط مع قاع الماكله، يجي الطعم تاعو ولا اروع. اذا مالغري ما هو تلكش الماكله مع هذا الفلفل، اذا الماكله تزيد في البنه كي تخلطي هذا الفلفل مع الماكله تاعك. نقطعوا قاع هكذايا. هذا فلفل حلو او الطرشي كما يقولوا البعض. نرقدوا الفلفل الحار والفلفل الطرشي. الفلفل الحار لينا الكبار، والفلفل الطرشي يحبوا الدراري يخلطوا به الماكله. الاطفال الصغار نحبوا يخلطوا به الماكله. قلت لكم بيسك قريب رمضان، اذا نحضروه عوله للشتاء ولا لرمضان تاعنا، نخلطوا قاع به الماكله، نقطعوه اذا هكذايا. ابري نديروه في لاشوار ولا في رحيوه. بعد ما قطعنا الفلفل الحار تاعنا والفلفل الطرشي دوك نديروه في رحيوه، نديروه في لاشوار. يعني اللي ما عندوش لاشوار يحطوا في رحيوه يرحيه. نبدا نحطو مما لازمش يترحى مليح، يترحى شويه خشين. ابري نبدا نرحي بلاشوار تاعي. اذا الفلفل كي بديت نرحيه بديت نسعل بيسك الفلفل تاعي حار مليح. سي بورصا بغيت نرقدو. تعرفوا كي ترقد مع الزيت تنقص شويه الحروريه تاعو. نزيد الكميه اللي تبقات لي ونرحيها، وبرا نكملوا الخطوات الاخرى اللي تبقات ليا. قلت لكم كي لازم كي تروحوا للسوق وتلقاو الاسعار يشغل انخفضت الاسعار، لازم تقتصدوا شويه تشريو وترقدوا الفلفل. تعرفوا الاسعار مرات تزيد مرات تنقص. صبرين نديروا له الليمون والملح باش يطلق الحروريه تاعو، باش يطلق كاع الماء تاعو. نزيد له شويه الملح نديروا له كميه بس بها تاع الملح، نديروا له قسم ملعقه كبيره هكذاك مع عصره ليمون او خلي ما عندوش ليمون. نخليوه هكذاك قس ساعه يطلق كاع الماء تاعو. ابري نبدا نرحي في الفلفل الحلو تاعي والفلفل الطرشي. نشوفوا دوك نبدا نرحيوه. هذا الفلفل يجي هايل، سيرتو الطرشي هذا للدراري يجي كي تشري كميه كبيره وتخافي يفسد لك ولا
ديريه لولادك يخلطوا به الماكلة، يجي سيرتو مع الكسكس، مع البطاطا لي فريت، اذا يجي قمة في الروعة. ميم الكبار نحبو نخلطو به الماكلة تاعنا. اذا بنادم يحوس يقتصد شوية. اذا كي تلقاو الاسعار هكذا معقولة في السوق، اذا بروفيتيو وشرو باش ترقدوا. درت لكم ديجا كيفية ترقيد الزيتون، دوك ندير ترقيد دوك نرقدوا الفلفل. درت لكم كيفية تصبير الثوم، لازم كاع نديروهم سيرتو مع الغلاء هذا، مرات تغلى الاسعار ترتفع، مرات تنخفض. اذا كيف الفلفل الطرشي درت له عصرة تاع ليمون وشويه ملح ونخليه قيس ساعه. اذا نشوفوا الفلفل الحار تاعنا كيف طلق الماء تاعو، كما قلت لكم الليمون هذاك يساعدو يطلق كاع الماء تاعو. لازم نديرو في الكسكاس ونحيلو كاع الماء تاعو، نعبزو بالملعقه حتى تنحى كاع الماء تاعو. لي عنده الشغل يخليه في الكسكاس ويقطع ويخليه قيس 4 سوايع حتى يقطر كاع الماء تاعو. انا بغيت نساعدو هكذا بالملعقه ونعبز عليه حتى يتنحى كاع الماء تاعو. ديجا خليته ساعه، دوك نحيلو كاع الماء باش نكمل كيفية الترقيد تاعنا. شوفوا ديجا رميت الماء الاول، شوفوا كيف راه يطلق الماء ويزيد. من الماء هذا ما لازمش تخليوه في الفلفل تاعكم باش ما يفسد لكمش، لازم يتنحى كاع هذا الماء. نحيوه كاع ابري نكملوا المراحل اللي تبقات هكذا كاع. هكذا عبزي وحركي حتى تنحيلو كاع الماء تاعو. ندير نفس الطريقه مع الفلفل الطرشي تاعنا والفلفل الحلو، نحيلو كاع الماء بري نكملو الطريقه تاعنا تاع الترقيد هكذا كاع. اذا حبيباتي، اذا نتمنى تدعموني باعجاب وتشاركوا كاع. اذا لم تكونوا من المشتركين والمشتركات تشاركوا في القناه تاعنا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شوفوا نعبز والماء يزيد يتنحى، نعبز والماء يزيد يتنحى كما قلت لكم. دوك خلصلو كاع الماء تاعو. بعد ما تاكدت بلي خلص الماء تاعو نحطو في طبسي في الصحن ونديرو له نزيد الفول. شوفوا كيف طلق الماء تاعو بعد ما درنا له الليمون هذاك والملح، طلق كاع الماء. مالغري لازم تحطو في الكسكاس يزيد يقطر كاع الماء وعبزو عليه حتى يتنحى كيما درنا للفلفل الحار نديرو للفلفل الطرشي والحلو. دوك نخليه يزيد يتقطر كاع في الكسكاس ونكملو الفلفل الحار تاعنا. شوفوا كيفاه نديرو له. دوك نديرو له الثوم انا ما عنديش راس تاع الثوم، ديروا له راس تاع الثوم. انا ما عنديش ثوم الغير مصبر، انا الثوم تاعي مصبر موجود في قناتي. درت له ملعقه كبيره تاع الثوم ونزيد له الزيت. اذا الزيت انا درت زيت الزيتون، اللي ما عندوش يقدر يدير زيت المائده او الزيت النباتي. يعني زيت الزيتون هو صحي اكثر. كما تعرفوا جدادنا من بكري وهما مع زيت الزيتون، سي بور سا كانوا صحتهم كي الحديد، كانت صحتهم كي الحديد. بعد ما درت له كميه معتبره تاع الزيتون والثوم وخلطناها كاع،
دوك درنا في البلارة تاع الزجاج. اذا نشوفوا قلت لكم زيت الزيتون هو صحي اكثر، مي اللي ما عندوش يقدر يدير بزيت نباتي وزيت المائده كما يقولوا لها. شوفوا خذات لي بلارة تاع الزجاج كومبلي هكذا. دوك نكملوا الزيت حتى شوفوا ونثقبوا باش يدخل كاع الزيت هذاك. مالغري درتلو في كي كان في الطبسي، مي نحب كي يكون فيه الزيت جامي يفسد جامي. ابري ديروه في مكان بارد او في الثلاجة باش جامي يفسد لكم. في الثلاجة ماشي في الكونجيلاتور، في الثلاجة فقط جامي يفسد جامي. اذا هذا الفلفل يجي المذاق تاعو، جربوه يجي المذاق تاعو ولا اروع. من بعد ما قطرنا الفلفل الحلو مليح في الكسكاس تاعنا، درنا له ميم هذا شويه تاع الثوم برك ودوك ندير له كيف زيت الزيتون غنحركو مليح. ابري نديرو في البلارة ونكملو نزيدلو شويه. اذا البنه تاعو تجي من زيت الزيتون، هذه انا نحبها ميم صحيه اكثر. نديروها في البلارة. اذا درتو في البلارة تاع البلاستيك بيسك قضاو لي البلارة تاع الزجاج، بيسك هذا الفلفل الحلو ياكلوه رابيدمون كشغل ما يبقاش مده طويله ولا دي يحبوه هكذا. نغمسوه كاع في الزيت الزيتون نثقبوه كاع باش يدخل كاع زيت الزيتون. ابري نغلقوا البلارة تاعنا. نتمنى حبيباتي تدعمونا بالجيم. نشوفوا كيف خرجنا كميه معتبره تاع الفلفل. شوفوا اذا قلت لكم تقدروا تديروه كمشروع، يجي كاينين كثر اللي يديروه مشاريع طرق. اذا هذا الكيفيه هذه نشوفوا كيف خرج هايل. قلت لكم حطوه في مكان بارد او في ثلاجة باش جامي يفسد لكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.